الشغل ولا الدراسه؟ ما هو هنا دي بقى المشكله، ان احنا حطينا ان الشغل والدراسه ده في كفه وده في كفه. انا في الاول السؤال اللي فات قلت لي شاب متخرج من الجامعه يعمل ايه؟ قلت لك يشتغل على نفسه ويتعلم يذاكر. هو الدراسه دي احنا بندرس ليه؟ مش انت بتدرس عشان تبقى بني ادم مثقف ومتعلم وتعرف تحقق ذاتك وتعيش مع الناس ونعمل مجتمع؟ ولا الهدف ان انا ادرس واتخرج واشتغل اي شغلانه واعمل فلوس واروح اشتري بيت ولبس وعربيه واكل واشرب وانام؟ ما هو مفيش حاجه اسمها الشغل ولا الدراسه. لو انا وقفت انا واهلي عند الشغل ولا الدراسه يبقى احنا في وجهه نظري باصين لها من وجهه نظر الغلط، او من البوينت اوف فيو الغلط. هل الدراسه هتساعدني ان انا اتقدم اكتر، ولا الشغل؟ ولا انا محتاج الدراسه عشان اخد الثانويه العامه وبعدين الجامعه وابقى مهندس ومعايا شهاده الهندسه ولا الدكتوراه الطب ولا ايا كانت، وبعدين تتعلق على الحيطه واروح اشتغل بزنس اونر؟ يبقى هنا هل انا بدرس الحاجه الصح؟ ده السؤال. هل انا بدرس الحاجه اللي هتساعدني ان انا امشي في الطريق اللي انا عايز امشي فيه، اللي هبقى مبسوط فيه واحقق فيه نفسي؟ ولا هبقى صاحي الصبح زي كل موظفين البنوك في كوكب الارض؟ مفيش حد شغال في بنك مبسوط، هو بياخد فلوس بس مش مبسوط. مش كلهم كانوا بياخدوا فلوس. كل موظفين البنوك بيصحوا يضربوا نفسهم بالجزمه. اسال اي حد شغال في بنك في مصر او بره مصر. فالهدف ايه؟ السؤال محتاج يتغير.